ازيكم عاملين ايه في فيديو تاني جديد مع بنوب نبيل. النهارده انا يعني كنت عايز اكل بيتزا، فعايز اشوف. قعدت ادور على النت، فلقيت طريقتين اقدر اعمل بيهم البيتزا. هو بفطير وطريقة من غير عجين والكلام ده وسهلة. تعال نجرب نشوف وهل بقى هم حلوين ولا لا. هو جاب فطيرة وحط فيها جبنة كريمي ورومي، انواع جبن، بسطرمة او لانشون. تمام. شوية فلفل وشوية طماطم، وبعد كده راح جاي رش شوية جبن في الآخر. يلا بينا نعمل. رجعت لكم تاني. هو جبت الفطيرة والصينية اللي هنعمل فيها. أول حاجة عملها فرد جبنة كريمي عليه مكان صوص الجبنة أو فردنا جبنة كريمي. وادي اللانشون، ما عنديش بسطرمة فجبت لانشون. هنقطعهم كده عشوائي. هنحط شوية جبنة. أنا هستخدم موتزاريلا اللي هي ميكس جبن. وهنحط الطماطم. نحط شوية فلفل. وفي الآخر هنحط شوية موتزاريلا برضه تاني على الوش. اهو، وده بقى شكلها. هندخلها الفرن ونجيلكم. من ما ندخلها الفرن هنعمل التانية برضه معاكم. راح ادخل. رجعتلكم تاني. هنخش كده على الطريقة التانية. نفس الموضوع، فطيرة. هو جاب فطيرة وجاب صلصة أو صوص بيتزا. جاب جبنة مبشورة. جاب برضه لانشون وفلفل وطماطم، وحط عليهم جبنة في الآخر ودخلها الفرن. يلا بينا نعمل الطريقة دي ونجربها. رجعنا لكم تاني. جبنا الفطيرة وادي الصلصة. أنا هستخدم صلصة عشان ما لقيتش صوص بيتزا موجود جوه. جبنة بعد كده نحط شوية جبنة برضه. اللانشون. نحط شوية الطماطم. عشان محدش بس يقول لي البيس جومنتات لا، أنا بس اللي هاكل يعني، مفيش حد تاني هيكون معايا عشان البيس جومنتي. وأظن في البيت يعني مش هيبقى حاطط جومنتي. شوية فلفل. حط في الآخر شوية الجبنة. أهم حاجة دول. بس كده، وهو ده شكلها في الآخر. هدخلها الفرن، وبعد ما يطلعوا دي والتانية هجيلكم على طول.
رجعت لكم تاني اهو بعد ما البيتزا. تمام. ودي اللي بالصوص دي اللي حط لها صلصة. جبنة الكريمي. طعمها حلو، والجبنة الكريمي برضه حلو مش وحش. عنده اللي هي العادية. شادي البان. دي حلوة، قريبة أوي طعم البيتزا، بس هي الفرق إن مش معمولة عجينة، معمولة فطير. ودي حلوة وحاجة جديدة مختلفة، يعني أنا أنصحكم الاتنين تجربوا. وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكون تجربة عجبتكم، ومتنسوش تكتبولي في الكومنتات تحت لو عايزين نجرب حاجة تاني، وجربوها وقولولي ايه رأيكم. يلا أشوفكم الحلقة اللي جاية. سلام.